معلقتين من الصلصة وعليهم كيس من الخميرة الفورية، وسر الطعم واللون. النهاردة هنعمله أحلى من الأفران بكتير. مش هقولك أبدا تعمليه زي الأفران، انتي النهاردة هتعمليه زي أحسن وأنضف حلواني. بصوا الجمال يا جماعة، حاجة كده تحفة. ونديه كمان لولادنا في اللانش بوكس وبديل سندوتشات المدرسة، وهيفرحوا بيه جدا. ومن نص كيلو بس من الدقيق هنعمل كيلو من البوريك. النهاردة هنعمل البوريك بمقادير مظبوطة مليون في المية. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في طبق غويط كده نزلت بحوالي معلقتين بحجم معلقة الطعام من الصلصة، وكمان معلقتين كبار من السكر، وكيس من الخميرة الفورية. هنزل عليهم بقى بكوباية من المية الدافية، وممكن تستخدمي مية من الحنفية عادي خالص. هندمج بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا بالشكل ده. مقادير مظبوطة وسهلة وموجودة في كل بيت. دلوقتي بقى هنزل بأربع كوبايات من الدقيق. 4 كوبايات من الدقيق ده بمقدار نص كيلو من الدقيق. وهنزل عليهم كمان بمعلقة صغيرة مليانة كده من البيكنج باودر، و4 معالق كبار من الزيت. بصوا بقى المقادير سهلة ازاي، وكده خلاص جاهز معايا. هبدأ أعجن بقى في العجينة دي والمها كويس جدا. هنزل بس الأول بذرة كده من الملح، أو ربع معلقة صغيرة من الملح. هبدأ أعجن كده بقى في المكونات دي، وهيطلع لك بقى العجينة مظبوطة، لا هي بتلزق معاكي وطرية، ولا كمان هي ناشفة وجافة معاكي. هتطلع معاكي مظبوطة جدا. بس لو طلعت معاكي طرية حطي معلقة من الدقيق. هبدأ أعجنها كده حوالي 5 دقايق، مش أكتر من كده. هنزل بقى في الطبق بتاعي كده بمعلقة من الزيت. هنزل بوش العجينة، وبعد كده هعدلها بالشكل ده. بصوا لون العجينة وريحتها خطيرة. دلوقتي بقى هغطيها كده واسيبها حوالي 45 دقيقة، يعني من 30 دقيقة ل 45 دقيقة. لو الجو بقى ساقع وبرد هتحطيها تسيبيها تختمر من ساعة لساعة و10 دقايق كده. لو الجو بارد هغطيتها بقى بالستريتش وبفوطة مطبخ نضيفة، وهسيبها كده حوالي 45 دقيقة زي ما قلت لكم. بصوا بقى كده العجينة اختمرت وحجمها اتضاعف ازاي. دلوقتي بقى على طول هبدأ اقسمها لكرات صغيرة بحجم الليمونة بالشكل ده. كل ما تكون الكرات صغيرة معاكي بيكون افضل. طلعت معايا 30 قطعة بالشكل دوت، وهتشوفوا بقى الحجم والكمية. هغطيها بقى بفوطة مطبخ، وهبدأ على طول ان انا اشكلها. تحشيها بقى بأي حشوة انت تفضليه. عايزة تحشيها بجبنة بيضة، جبنة مثلثات، جبنة رومي، وجبنة عليها جبنة موتزاريلا زي ما انا عملت كده. بصوا بقى الحشوة دي انا بحبها جدا. جبنة رومي مبشورة وعليها جبنة موتزاريلا. ودلوقتي هنبدأ نشكل البوريك بالشكل دوت. الأول جبت صاج ودهنت الصاج كده حوالي معلقة من الزيت. هبدأ بقى أشكل البوريك. فمسكت كده أول قطعة، وهحط فيها كده معلقة كبيرة من الجبنة الرومي على الجبنة الموتزاريلا، وهبدأ أقفلها زي القطايف كده بالظبط. بصوا لون العجينة عامل ازاي يا جماعة، وده سر الصلصة، وبتديها طعم وريحة حلوة قوي كمان. بقفل عليها كويس جدا، وبصوا بتطلع معايا بالشكل دوت احلى من الافران مليون مرة. الفرن ما بيحطلكيش الحشوة دي نهائي، بيحطلك حتة جبنة صغيرة خالص بيضة. وكمان مش بيخلي العجينة بتاعتك العجينة بتاعته مش بتبقى اللون ده نهائي. بتبقى العجينة فاتحة عادي، وبيبقى صراحة ملوش طعم خالص. يعني لو جربتيه في البيت هتدمنيه كده وهتعمليه على طول، لان العجينة سهلة جدا والطريقة كمان سهلة. والعجن في البيت يا جماعة لو جربتوه بجد هتدمنوه. العجن في البيت وانك تعملي معجنات في البيت ده عشق. حاجة كده تملى البيت خير وبركة. وبتطلع كمان كمية مضاعفة، يعني من نص كيلو من الدقيق عملت اكتر من كيلو كمان من البوريك. وبصوا التشكيل سهل ازاي. مجرد ان انا بمسك القطعة كده وبفردها وبقفلها كده زي القطايف بالشكل ده. بس لازم تقفليها كويس جدا. وبنحط بقى حشوة محترمة كده اهو. وممكن تحشيها اي حشوة انت تفضليها. بصوا الشكل عامل ازاي. كملت بقى كل التشكيل بالشكل دوت، وطلع لي صاج كبير مليان بالشكل ده. 30 قطعة زي ما قلت لكم. هغطي بقى البوريك بتاعي واسيبه حوالي 10 دقايق يرتاح ويختمر للمرة التانية. بعد ما عدى 10 دقايق دلوقتي بقى جهزت بيضة. دي كانت بيضة بلدي، ممكن تستخدمي صفار بيضة. حطيت عليها معلقة من الخل ومعلقة من الحليب، وهرب كله كويس مع بعض بالشكل ده. يعني هرب البيضة مع الحليب مع الخل. وهبدأ أدهن وش البوريك بالشكل ده. ممكن تستخدمي حليب بس لو مش حابة تحطي بيضة، لأن هو لون البوريك مش محتاج بيضة كمان. بس هو زيادة كده في القيمة الغذائية بنحط كده البيضة بالشكل ده. هبدأ بقى كمان احط عليها كده على الوش حبة البركة. ممكن تحطي سمسم وحبة البركة او سمسم بس. انا بحب حبة البركة جدا، بتدي المعجنات ريحة وطعم حلو قوي.
هحط كده حبة البركة بالشكل ده. بصوا بقى الكمية والمنظر والشكل تحفة. دلوقتي بقى دخلته فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة بالظبط من 15 ل 20 دقيقة بالظبط. هيكون استوى معاكي وزي الفل، وهيطلع معانا باللون الخطير ده من غير ما نشغل شواية ولا أي حاجة. مش قادرة أوصف لكم بقى الريحة في الفرن كانت عاملة ازاي. حاجة كده تحفة خطير، والحشوة كده ملياه وخطير جدا. هغطيه بقى كده بفوطة لغاية لمدة كده 10 دقايق عشان يبقى هش معايا وطري بالشكل ده. بعد ما يعدي 10 دقايق بيخرج معايا من الصاج بمنتهى السهولة. رصيته كده في طبق التقديم، وبصوا بقى الشكل عامل ازاي. بصوا نص كيلو من الدقيق طلع لي كمية عاملة ازاي. تحفة يا جماعة، مش قادرة اوصف لكم طعمه. وبصوا التسوية من تحت عاملة ازاي، لونه من تحت زي من فوق. بصوا بقى الجبنة بتشد وبتمط كده وخطيرة. انا بحب الحشوة دي جدا، بتبقى خفيفة كمان وبتعجب الولاد جدا. ومش قادرة اوصف لكم طعمه جميل ازاي، وبيفضل معاكي لتاني يوم كأنك لسه عاملاه ومجهزاه دلوقتي حالا. خطير يا جماعة والولاد بيعشقوه. بصوا العجينة عاملة ازاي تحفة. اتمنى ان تكون الوصفة والطريقة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو، ونفذوا الوصفة، وما تنسونيش بدعوة حلوة، وكمان شير كتير للاصدقاء عشان الكل يستفاد من الوصفة وينفذها كمان. وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. ولايك للصفحة ولايك للفيديو، ودوسي على كلمة متابعة عشان يوصلك كل فيديو كل جديد بنزله. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.